انا مش جاي اكلمكم عن كارثه طبيعيه طولهم ما يتعداش ال3 شبر بكف ايدك. 30 سنه ما خرجوش من بيتهم بسبب التنمر. امهم تحملت 33 سنه كالجبل. لما تتفرجوا على الحلقه دي هتحمدوا ربنا كتير جدا على حالكم اللي انتوا فيه. كلمة لو ديت من الشيطان بس هعمل ايه؟ نصيبي الحمد لله. ابوهم اتخلى عنهم وقرر ان هو كان عايز يتخلص منهم في البلاعه بين المجاري ويحط عياله فيهم اه ويرميهم، ولكن الام رفضت ده. وقفت على غسلها وغسلتها. اهلا بيكم في اغرب حلقه في برنامج فتح شو. ازيكم؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. عشان ميه انت بتشرب عشان ميه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب. الخلفه بتاعتك كلها بتبقى كانت كده ولا؟ بص انا الكبير الاولاني كفيف، والتاني رمضان، وميادة الله يرحمها توفت، وبعد كده جت ندى الاخر حاجه، وبعد كده وقفنا خلاص ما عادش تاني. راح هو يعني يشتم مره، يتخانق مره، يضربني مره. ده جوزك؟ راح سابنا واتجوز. يضربك ليه؟ ما هو زهق من يضربني عادي بقى. راح اقول لابويا يا بابا بيشتمني وبيضربني وبيبهدلني، معلش يا بنتي عيش عشان عيالك. فعشت بقى. فراح هو قال انا هتجوز، وكل واحد في حاله بعد كده، ما لا بيجي لنا ولا بيدينا قرش ولا بيدينا عشا ولا اي حاجه. دي كان عندها 3 سنين وراح سابنا ومشي. بس ما كانش بيشوف عياله؟ لا ما كانش بيجي. 33 سنه بتتحملي الالم. ما جيتيش في يوم وقلتي كنت بشتكي لربنا وبشتكي لابويا وامي. يوم تقول لي ربنا يجيب لك حق. ابويا قال لي سيبيه، قلت له يبقى انا هسيب عيال لمين؟ هسيب ميادة ولا هسيب ندى ولا هسيب اسلام ولا طارق اللي مش شايف الدنيا؟ هسيبهم لمين؟ هسيبهم مرات ابوهم تبهدلهم؟ اتخانق كذا مره معايا، في كل مره يقول لي وعايرني بيهم. هو بيعايرك بعياله كمان؟ بجري لك على عكسي. قلت له العاجزين دي وانا اللي جبتهم، انا العاجزين وانا اللي جبتهم انا لوحدي. كذا مره يشتمني يقول لي لو ما سكتوش او ما عملتوش هفتح لهم البير ديت وهحطهم فيها. فتح لهم ايه؟ البير بين المجاري. ويحط عياله فيهم؟ قالها لي بدل مره 2 و3. يحط ضناه ومش 1 ولا 2 و3 أو 4 يحطهم. يقول لها لمهم لك واحطهم لك في البير. بقيتي تنزلي تشتغلي؟ بقيت انزل اشتغل. اشتغلتي ايه؟ في البيوت. كان مبهدلني وضربني ومطلعني من البيت الساعه 11 بالليل. انا قلت ماشي هرجع. قلتي ماشي ليه؟ عشان عيالي، عشان واحده زي دي، واحده زي ده، واحده زي اللي الله يرحمها توفت، اللي راحت ديت مني في شربة ميه. ده انا بص بكب دموع الدم عليه لغايه دلوقتي. بكب دموع الدم على بنتي اللي راحت مني في شربة ميه. يعني انا مش عارفه، انا راحت مني كنت رايحه افسحهم، انا رايحه افسحهم ورايحه يعني اخرجهم عن اللي هم فيه. راحت جالها توقف عضلة القلب وقلبها مش عارفة حصل فيه ايه وفي ايه. ايه اللي حصل في اليوم ده؟ يعني هي اختهم الثالثة وفي نفس حالتهم. ايه اللي حصل في اليوم ده؟ انتوا واخداهم مصيف واخداهم مصيف افسحهم والله. لبستهم ورحت قلت لها تعالي يا ميادة اقعدك على الشط بره عبال ما اروح اجيب مين؟ ندى واسلام واجي. عبال ما رحت وجيت وديت يعني موديه اسلام جايبه شايله ندى في ايديا ماسكه ده من هنا وده من هنا وماشيه. لقيتها معرفش راحت في الميه ازاي. الميه بالنسبه لنا انت تقف فيها يا دوبك تغطي كعب رجلك. لقيتها حاطه ايديها في الميه وايديها مدفوسه في الميه ومش قادره ترفع ايديها. سبتي وطلعت اجري عليها. عبال ما شلتها من حبه الميه لقيتها روح. قعدت اصرخ وقعدت اعيط. مفيش حد انقذها في اللحظه؟ ما تعرفش الناس، مع ان الشط كان مليان. خدتها ورحنا قعدت يومين في الانعاش. واول ما قالوا
هنطلعها في العناية المركزة. تاني يوم الصبح لقوها اتصلوا على عمها الصبح قال لله تعالوا خدوا بنتكم. رحت بقى المستشفى، وقفت على غسلها وغسلتها. مش عارفة وصفتها أقول لك والله، مش عارفة. جت خفيفة وراحت خفيفة. وانتي بتغسليها ايه اللي شفتيه؟ والله يا أستاذ فتحي بصي بنتي ما كانش فيها التعب اللي كان فيها، اللي كان في صدرها، كان صدرها زي ندى كده. والله بنتي كانت شايلها بشيلها قد كده، والله شلتها الخشبة ملت الخشب، يعني فاضل شبر كده وتقفل الخشب. اختي وحبيبتي وكل حاجه كده. انا اسف، مش حابب ان انا يعني اسلط الضوء على النقطه دي، لكن انت اللي فتحت لا هي حبيبتي والله حبيبتي والله بنت حبيبتي. ما اقدرش يعني لو كانت موجوده. كلمه لو ديت من الشيطان، بس هعمل ايه؟ نصيبي الحمد لله. والله ما بكل منهم، والله ما كلت منهم. الواحد اذا كان بيزعق فيهم شويه، بيتخانق معاهم شويه، بس الضنا غالي. الضنا فعلا غالي يا استاذ فتحي. طب لو جيت قلت لك اختاري لك قدر تاني غير القدر اللي انت فيه، هتوافقي؟ لا طبعا. ولادي. اكتر موقف صعب عديتي بيه في حياتك وانت ماشيه مع اولادك؟ اللي هم بيقعدوا يبصوا على الواحد كده بصات غريبه، فانا بتضايق من نفسي، بتضايق من جوايا. اللي هم بتبص عليهم ليه؟ بتاعت ربنا. قولي لي ايه اللي بيضايقك يا مدى؟ يعني لو انا ماشيه في الشارع والناس بتشيل البنات كبار او صغيرين يفضلوا يبصوا لي يا قصيره يا قزعه، بتضايق. جبت خلصت مرحله الابتدائي والاعدادي، طلعت بقى مرحله الثانوي، بقيت اشوف الناس قدامي في طويل في قصير، في اللي بيمشي بطريقه مثلا عشان هو تعبان. فانا بقول طب ما انا قمت لوحده، امال انا ليه بتضايق لما بلاقي حد بيتريق عليا؟ الحمد لله انا كده راضيه ومرضيه. طب ما انا قعدت قدامي انا كده عندي امل ان في غيري كتير كده. انت حسيتي بايه لما ميادة توفت؟ يوم لما هي توفت دون كانت حياتي عايزه اقول لك اتقفلت بالنسبه لي، ما بقتش زي الاول خالص. وانت يا اسلام؟ ما بخرجش بره، قاعد في المحل. لك بقالك 29 سنه قاعد في البيت، ما بتخرجش غير المحل بس كده، اللي هو تحت البيت. قاعد في المحل بتاعي بس ما بخرجش. لما ميادة توفت، ايه؟ لما ميادة توفت، مدام ميادة الله يرحمها ماتت. قاعد فوق ما بتنزلش خالص، بتاعت ربنا الله يرحمها. بس زعلت عليها جامد، كنت بعمل حاجات تحت وجات ما عملتهاش، مبقتش تعملها تاني؟ بس اعملها تاني. هي ايه؟ انت كنت كده اغاني وكده وشكلها تاني. اغاني؟ المحل بتاعي كنت بشغل اغاني، بعد كده مبقتش شغالها بقى من ساعه ما ماتت. بعد ما ماتت ما بشتغلش حاجه. حتى من قلبي راحت. الله يرحمه. انت ايه اللي بيضايقك في الحياه من الناس؟ بس بيضايقني في اي حاجه، في اي مشيتي، في اي حاجه. بجيت حاجات كتير بركب توك توك الناس بيضايقوني فيه. صاحب التوك توك نفسه بيضايقني. بتاع التوك توك نفسه؟ صاحب التوك توك نفسه. كنت كده معاك على 24 ساعه تحت ما بتحركش. انا عندي بيجيني. انا اعتقد ان ميادة يعني هي الوحيده اللي ينطبق عليها مثل غرقت في شبر ميه. ما فكرتيش في وقت من الاوقات ان احنا كلنا هنموت؟ فكرت. ما فكرتيش ايه اللي هيحصل بعد كده في اولادك؟ هيتبهدلوا على فكره، هيتبهدلوا. مش عارفه الواحد يكمل يقول ايه، مش عارفه. وانا راضيه. عايزه تقولي ايه؟ اقول لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. يعني مفيش حاجه عايزه تقوليها؟ قلت نفسي يقويني واطلع عمره، اطلع عمره بس مره واحده، وبقى مش عايزه حاجه من الدنيا تاني. طب لو طلعتي عمره ووقفتي قدام بيت ربنا هتقولي له ايه؟ سيب الكلام ده يطلع بقى براحته عند ربنا مع الروح. تتخانقوا مع بعض؟ نعم. تتخانقوا مع بعض؟
لما بقى كتير ها؟ كتير مضايقك اسلام صح؟ على طول. ليه بقى؟ عارف. انت مضايق ليه يا اسلام؟ انا ما بتكلمش كتير، بتضايق بسرعه، بتكلم بسرعه من اي حاجه. هو اللي بقولك بيتنرفز عليه. بسرعة وبيفوق بسرعة. اسلام بتقول لك ايه؟ بتنرفز وفوق. يعني يوم التراب كنت قاعد معاه في التراب، بتقول لي عايز الجردل، وانا اتخدعت منها مش قادر اتكلم معاها. رحت اعمل الجردل في وشها، كنت استحملها، مش قادر استحمل واتكلم معاها. يوم الطرب لما رحت عند ميادة؟ على ما هي انا اقفل وراها كده ولاد عايز تعمل. كل شهر بروح لها. انت بتخلي بسرعه، تيجي الدنيا رحت جايب الجردل في وشها بجراحه كده. طب ده ينفع؟ رحت اتخانقت ووقفت ورا. اه امبارح الجاي عملي بتقول لي احنا رجلك. رجعت قالت لي رجلي. هو انا رفع رجلي كنت وقفت عليها، ما كنت قلت لها كده. كنت زلاقه بتقول لي لا مالكش دعوه. جيت تصلحها على طول بقى بعديها ولا قعدت فترة كبيرة؟ لا اهو النهاردة والنهارده جيت اقول لها معلش، تقول لي لا ما تتكلمش وتعمل لي كده. طب ما هو جه صالحك اهو يا ندى بقى. ما يصحيني يقول لي كنت مش راضي تشحن. هقول له ايه؟ انت كده بتصالحها؟ يصحيني لقيت النوم. كنت بسلحها. انت كده بصراحة تبقى لها فين الشاحن؟ انا بقول لها حط الشحن عشان لو كنت قعدت كنت صحتها هي. يا راجل انا بقول لها انت فاهم الدنيا غلط كده. اللي ما غلط ليه الشحن عند دماغها. طيب مش تسكنيها تصالحها الاول وبعد كده تقول لها الشاحن بقى بعد كده. طب على الله المحكو تنزلوا تجيبوا حاجه حلوه من تحت، هضربكم كلكم. انت في ايه؟ رحت الشبكه جاي مكلمها. النهارده نايمه برضو، قومي يا ندى حطي لي الشاي. طب ما تحط انت بتصحيني انا ليه؟ رحت جاي مسلحها بتقول لي هوس. كلمنيش كده. جيت تصالحها ازاي بقى؟ قول لي انت بقى ازاي بقى يعني طريقة المصالحة دي بتبقى عاملة ازاي؟ حقك عليا بتقول لي. قال لك حقك عليا؟ قال لها قلت لك كده. هي اللي مش زعلان راضية. مني فيه. انت اللي عجبتي لي شيء ولا الجمعه ولا الجرده؟ قلت مش يوم الجمعه يوم الاثنين. قالت لي انت عارف الجرده. انت مختلف عن اليوم يعني؟ هي حدفت بتقول عليها. لي انا بتقول. اه انت حدفت عليها الجردل قلت لك الجرده. هي بتقول لك يوم الجمعة انت بتقول لها لا يوم يوم الاثنين؟ الاثنين. اه يوم الاثنين امبارح. بقول لها معلش بتقول لي لا. قلت يا ماما والله انا هجيب لك شغلانه، بتقول لي لا. هما الاثنين كان اول امبارح. لا بقول لامي يا ماما هجيب لك شغلانه، بتقول لي طب بصي انا هجيب لك شغلانه. قالت لها كبيره 150 جنيه. ماما تقول لها هجيب لك شوكولاته، قلت لها خلاص يجيبها لي عمك كبيره. طب ما يا اما تكلمني يا اخويا. 50 او بوكس فيه شويه شوكولاته وحلويات، يختار دي يختار دي. اعمل لها تاني. انا عارف ان الكلام عن ميادة صعب جدا بس هي جزء من روحكم. طبعا بس احنا بنجيب سيرتها عشان خاطر هي فعلا عايشة ما بيننا، فانت مسامحاني ان احنا جبنا سيرتها؟ سامحاك ولا مسامحاني يا ندى؟ واحسبها عند ربنا مش لا انا لا عليه هو. انت مسامحاني عشان جبت سيرة ميادة؟ عادي مسامحاك طبعا، عادي لو جبت سيرتها عادي. انت ايه رايك فيا؟ جميل جدا. اخوك متضايق عشان خاطر عمال عكسك. ايه؟ اخوك متضايق عشان عمال عكسك. غيران. خليه غير بقى مالناش دعوه بيه. بيحبك هو بيغير عليكي. ده بيتعصب لما بيكون حد جاي لي. والله والله. يا عم انت هتوقف حلقه؟ ها طيب عايزين نجوز البنت بقى. لا بس هو غيور برضو عشان جدا. ما دي يعني حاجه من صفات الراجل يعني. لا هو من ناحيه ان هو راجل هو راجل، بس الغيره بتاعتك دي ما تجيبهاش عليا انا بزياده بقى. بس انت بتحبيه برضو يعني. اكيد مفيش حد بيكره اخوه. انت بتحبيه، ده اخوك ده. يا عم اهو طلعت اهو اي خدمه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه كده مع استاذ فتحي. انا كمان اجيبك وانت الفتحه برضه. دايما في حلقاتي ما بحبش ابحث عن الترند، انا خارج حته الترند دي نهائي، ولكني ببحث عن قصه الانسان. اتمنى ان احنا نسندهم ونقف جنبيهم كلنا.